مصرية صعيدية مبني ليها تمثال على ضفاف نهر الراين. تحتفل سويسرا والكنائس بذكراها سنويا. احتفظت أوروبا برفاتها لحوالي 1700 سنة. تم بناء 70 كنيسة باسمها وسمتها أوروبا أم الراهبات. علمت أوروبا النظافة والطهارة والاغتسال والتمشيط. نتكلم النهاردة عن القديسة فيرينا القبطية، فتعالوا أحكي لكم القصة من الأول. ولدت بطلة قصتنا النهاردة فيرينا القبطية عام 280 ميلاديا في مركز كوس تابع لمحافظة قنا. فيرينا بالقبطية يعني الثمرة الطيبة، يعني كانت اسم على مسمى. فيرينا في مصر ما كانش ليها أي دور مؤثر أو معروف، لكن اللي وصل لنا إن هي لما كبرت اتعلمت التمريض والخياطة. المهم جات لها الفرصة بإن هي تلتحق بالفريق الطبي للجيش الروماني، إحدى تابعة للإمبراطور الروماني دقلديانوس. المهم لما جات لها الفرصة وافقت على طول. الإمبراطور دقلديانوس ده كان مش تمام، هقول لك ليه دلوقتي. المهم طلعت فيرينا مع وحدة جيش اسمها الكتيبة الطيبية. طبعا الطيبية تنسب لمدينة طيبة اللي هي الأقصر دلوقتي. كان قائد الكتيبة دي الضابط المصري المسيحي موريس. كان عدد الكتيبة 6600 ضابط مسيحي قبطي يعني مصري. طلقت الكتيبة دي لفرنسا علشان تخمد ثورات على حدود فرنسا وألمانيا وسويسرا. هنا لازم نتكلم عن الفرق اللي بين مصر وده المكان اللي منه بطلة القصة، المكان اللي اتربت فيه وعاشت فيه، وما بين أوروبا اللي دور فيرينا البطولي حصل فيه. تعالى نعمل مقارنة بسيطة ما بين مصر وأوروبا سنة 300 ميلاديا. فمن ناحية التحضر فمصر كانت معروفة وقتها بحضارتها المتقدمة. زي اسكندرية على سبيل المثال كانت واحدة من المراكز الحضارية المتطورة الموجودة وقتها، غير النظام المتطور اللي بيشرف على الزراعة والتجارة وغيرها. الوقت اللي كان في أوروبا أجزاء كبيرة جدا منها كانت لسه بتعيش كقبائل. الأجزاء اللي كانت متطورة أكتر ما كانتش بنفس التقدم والنظام وشكل الحضارة اللي موجود في مصر. ومن ناحية الصحة يعتبر ما كانش فيه مقارنة أصلا. في مصر الدكاترة كانوا متدربين على التشريح والجراحة، في الوقت اللي أوروبا كانت بتعتمد فيه على الطب الشعبي اللي كان قايم على أساسيات بسيطة جدا في علم العلاج بالأعشاب. طبعا في المعرفة أنت أكيد عارف إن مصر كانت قبلة للتعلم والمعرفة في الوقت ده. مصر كانت متقدمة جدا في علوم الطب والهندسة والفلك والرياضيات. في نفس الوقت اللي كانوا الأوروبيين مهتمين بالعلم والمعرفة كانوا بيسافروا لمصر واليونان، لأن زي ما اتفقنا هم كانوا قبلة العلم والمعرفة وقتها. بس كده تعالوا بقى نرجع لقصتنا مع الكتيبة المصرية. 6600 محارب وصلوا نقطة المعسكر على الحدود ما بين فرنسا وألمانيا وسويسرا. قام الجدع اللي اسمه دقلديانوس اللي أنا قلت لك عليه مش تمام. عمل إيه بقى؟ دقلديانوس فجر مفاجأة كانت صادمة بالنسبة للكتيبة المصرية. طلع على الناس يا باشا وقال لهم بصوا يا شباب، أنا فكرت في الموضوع واستخرت نفسي وحاسس كده إني إله، فأنا أعلنت نفسي إله من النهاردة. تقول لي طب فين المشكلة؟ هقول لك المشكلة إن بعدها أصدر أمر للكتيبة المصرية إن هم يقدموا قرابين للتمثال بتاعه، اللي هو معلش يا رجالة وإيديكم معايا بقى كده وساعدوني في موضوع إن أنا بقى إله ده. أنتوا ظباط مصريين أقوياء أحفاد ملوك ومشهورين بقوتكم، فقدموا قرابين أو تبخير لتمثالي علشان الناس تتشجع وتعمل كده هي كمان. أقدر أثبت صورة إن أنا إله بعد كده قدام المصريين أحفاد الملوك قدموا قرابين أو تبخير للتمثال بتاعي. كان ظباط الكتيبة المصرية كانوا متدينين